مساحة الجزائر وكأنها صغرت في يوم الجمعة، والشاهد على ذلك نيلسون مانديلا الذي وحد العالم وقتها من أجل أن تكون لكرة القدم الإفريقية نصيب من كأس العالم. وها هو اليوم ملعب نيلسون مانديلا يوحد كل جزائري يهتم أو غير مهتم بعالم كرة القدم من نصيب كروي إفريقي، سواء داخل أرضية الملعب أو خلف الشاشة. فمهما ابتعدت المسافة قربها ملعب نيلسون مانديلا. والحديث عن مباراة الجزائر والكوديفوار. بدأت المباراة وقرب حكم موريتانيا قلب كل جزائري من الحارس المرمى بعد ردة فعله على البطاقة الحمراء، وكانت الإعادة خير دليل بأن الحارس كان غير متعمد في لمس الكرة، لكن حكم موريتانيا اختار أن يخرج الحارس من المستطيل الأخضر بعد العودة إلى التقنية الفار ويدخله إلى قلب كل من شاهد ردة فعله، أو بالأحرى إلى قلب كل جزائري. ولأن كرة القدم عادلة، أو بالأحرى تقنية الفار عادلة، أخرج الحكم بطاقة حمراء في وجه الظهير الأيسر وجعل الفرحة في المدرجات كفرحة نيلسون مانديلا باحتضان إفريقيا لكأس العالم. وقتها تأكد أن مانديلا جلب العدل الكروي وأورثه إلى كل جزائري، وتسمية الملعب خير دليل لمن لم تتضح له الأدلة أن جورجينيو هو من نفذ ركلة الجزاء نيابة عن الفاعل.